الجديد بيجري ورا الفاليديشن. زمان الناس كانت الحاجه الاختراع، اه يعني نبقى محتاجين الحاجه فيخترعوها، فمحتاجين مثلا الساعه عشان نعرف الساعه كام، وكان ساعتها في نيد حقيقي، في احتياج، في حاجه، في سيرفيس بتتقدم مع البرودكت. مظبوط. دلوقتي بقى الاختراع ابو الحاجه. اشرح لي اكتر. يعني احنا في كميه حاجات احنا فاكرين ان احنا محتاجينها بس احنا مش محتاجينها، هو في ناس تاني بتخلينا محتاجينها بثقافه الاعلانات والسبونسرد ادز مثلا. فكري فيها، اللي بيطلع قدامك كم برودكتس تتعرض قدامك، ولو ركزتي حتى في طريقه عرض البرودكت هتلاقيه بيعرضها لك ان دي بتاعتك انت، دي مخصوصه ليكي انت احنا عاملينها ليكي انت لراحتك انت بس صح. في العالم، مش لحد تاني. صح. فطول الوقت بيتعرض قدامي حاجات ويوصل لي احساس ان انا محتاجها مع ان انا ممكن اكون مش محتاجها. فاهماني؟ تعرف لفت نظري الحاجه، يعني انا فعلا بحس ان انا ماشيه في دوامه انا مش عايزاها، زي انا لازم اجرب الترند الفلاني. يعني الترند بتاع الميه ده اللي الناس كلها جريت وراه، هم خلوا ناس كتيره جدا بقت عايزه تاخد الترند ده وتعمله عشان بيبقى في مباراه مين هيعمل الترند ده باحسن طريقه. صح، هم بيحطوا الاختراع، يعملوا الاختراع ويخلوك انت ويخليك محتاجه. تحتاجه. فانت لو فكرتي ممكن يعني ليه انا ممكن ابقى شخص ماشي قلقان طول اليوم لان فاكر ان في كميه حاجات فايتاني وهي اصلا الفومو. بالظبط. شاطر. انا فاكر ان كل ده فايتني، انا حاسس ان انا ناقصني حاجه، ان انا ما عملتش الحاجات دي زي ما باقي الناس عملتها. انا حاسس ان انا لازم هنجح بالطريقه الفلانيه او انجح بالشكل الفلاني عشان ابقى نجحت. طب ما يجيش معاك ان النجاح ممكن يبقى ليه شكل تاني، او انت نجاحك الشخصي ممكن يبقى في حاجه تانية، وليك اقتصر النجاح بس على الماده. انت واخده بالك ان بيحصل اختزال، بيحصل يعني ان كل حاجه تتقلب في ماده، بقت ماده. فاهماني؟ بقى المقياس بتاع كل حاجه الماده. انا شايفه ان احنا كلنا بقينا عباره عن مولز، قوالب حرفيا. صح، ده صح جدا. في نفس الوقت اللي احنا بننادي فيه بكسر القوالب، هو احنا بنعمل قوالب. احنا بنقول كتير، احنا عامه شعب متكلم، احنا متكلمين جدا. صح. فاحنا نقول، ولو قعدنا بقى ايه نكشنا في النجاح تلاقي الناس بتقول احلى كلام. فاهماني؟ لا النجاح مش لازم يبقى فلوس بس. طب احنا بنعمل ايه في ال 24 ساعه بتاعتنا بنجيب فلوس؟ فالكونتراست ده موجود. فاهماني؟ بتاع طب الاخلاق المفروض تبقى ازاي؟ احلى ناس تتكلم على الاخلاق. فاهماني؟ واسوأ ناس في الجرايم وفي متعددات حاجات كتير. فاهماني؟ اكتر شعب متدين، شعب متدين بطبعه. لسه شايف يعني في الحته دي التدين فكره السوشيال ميديا احنا بنتكلم عليها بالمره، ان هي بتديكي فرصه ان انت تبقي الشخص اللي انت عايزه تكونيه. فاهماني؟ مش الشخص الحقيقي. فانا لو عايز ابقى متدين على السوشيال ميديا مش حاجه صعبه يعني. فاهماني؟ في بوستس معينه وطريقه معينه وكتابات معينه واراء معينه لما اقولها يقولوا عليا متدين. حتى على فكره فكره ان انا ابان ناجح، ممكن ابقى اعرف ابان ناجح على السوشيال ميديا بسهوله، حتى لو دي مش الحقيقه. ممكن ابان اجتماعي وانا مش اجتماعي، ممكن ابان انطوائي وانا مش انطوائي، ممكن ابان فنان وانا مش فنان، ممكن ابان اللي انا عايزه. وكمان مع الاي اي دلوقتي الموضوع بقى مرعب. الموضوع بقى سهل جدا يعني، ده بقى فظيع. ده انا عايزه اقول لك بقى، بما ان احنا بنتكلم على الاي اي، انا شفت ناس دلوقتي بترتبط باي اي. انا شفت واحده يعني حاطه شات جي بي تي ومسمياه محسن. وايه ده؟ هو ده بجد ده ممكن يؤدي لايه؟ هو احنا اصلا ليه ممكن نلجا لحاجه زي كده اساسا؟ خلي بالك في شعور بالوحده عميق جدا متجذر وبيزيد مع زياده الهمبكه بتاعت السوشيال ميديا. خلي بالك كل ما الهمبكه دي بتزيد من بره تكتشف ان الفراغ جوه اعلى. احنا لو مليانين من جوه ومشغولين بالحياه الحقيقيه مش هنبقى فاضيين نقعد على السوشيال ميديا. وركزي في اي حد ناجح بجد. فاهماني؟ هتلاقيه مش فاضي للكلام ده، يعني مش فاضي يقعد على الحاجات دي، مش مهتم بالترند. بس السوشيال ميديا بقت دلوقتي وسيله للنجاح على فكره، والماركتنج. ما الماركتنج بيجيب فلوس. السوشيال ميديا ديفنتلي ليها فوائد كتير جدا. ماشي، هي مش حاجه، هي مش آفة. بس احنا اللي بنبوظ، احنا اللي بنسيء استخدام الحاجه. فاهماني؟ الموبايل حاجه كويسه، بس انا ممكن ابقى عبد للتليفون. فاهماني؟ كل حاجه ممكن يبقى ليها جنب كويس وجنب وحش حسب استعمالي انا ليها. فاهماني؟ بس هل احنا كمجتمع بشكل عام بنستخدم السوشيال ميديا صح؟ لا ديفنتلي لا، بنستخدمها غلط جدا. فاهماني؟ بدليل كل اللي احنا قاعدين نحكي فيه ده. تمام. ايه رايك في الخروجه اللي كلها الناس فيها قاعده على الموبايلات او بتصورها؟ هي الخروجه او بتصور الخروج. يس، بتصور الاكل. كان حد بيقول جمله على السوشيال ميديا جميله، قال انت لو مبسوط بالخروج اصلا مش تبقى فاضي تصورها. صح. يعني صح. الجمله دي عجبتني، حد كان بيقولها انت لو مستمتع باللحظه اللي انت فيها انت مش تبقى فاضي ان انت تحاول تسجلها عشان تثبت ايه. فاهمه؟ احنا بنحاول نثبت ايه يعني؟ احنا بنجري ورا احنا بنحاول نثبت ان احنا مبسوطين. فاهمه؟ احنا بنحاول نقول للناس ان احنا مبسوطين. طب انا لو مبسوط هبقى محتاج احاول اثبت طول الوقت للناس ان انا مبسوط. طب احنا بنعمل كده ليه؟ عشان احنا مش مبسوطين. بجد كلمه بجد. القعده اللي طول الوقت محورها ان انا بحاول اصور حاجات. عارفه فكره الماسكات، فكره الكفر. انا ليه بعمل كفر لحاجه او احط ماسك على حاجه؟ عشان مش عايزها تبان على حقيقتها.